وباللي علي لقاه يدير ليه هذا بوكع بوب دابا ما تشحال المانكو دك بوله الكتاف هادو شطح المانكو وتقعد على بولها الكعبوب ها تقاد هاك تقاد يحرق والديك تقاد ينعلبوك الكلب ها ناصر بوريطه كي تيدير واللون ديالو تبدل يا صاحبي ولا زرق ولد الكلب والله ولا زرق والله شتي كي ولا ولد الكلب تبهدل ينعل والدي تبهدل والله الا بهدلوا الجزائر قسما بالله الا بهدلوا الجزائر وبهدلوها يا حول ولا قوه الا بالله تشوفي لاش غادي دابا المدريد ياك تقوى ضريبه ونهار كامل وتتكذب على الجزائريين لاش غادي لهاد مدريد ياك تعاود مراقب يعذبوك كلب من الجبهه حنا نجرو فيه وانت تقول لنا لا ما تجروش عاذبوك من هنا من جبهتك عرفتي شنو هي عضك من جبهتك بمعنى انك راه اللي بغى يفرقك انت والكلب انت تجر فيه وهو تيعايرفك ما تجارش ما تجارش لان الجبهه ديالو ينصلها لبو وما تجرش راه يقطع النيت وما تجارش راه كو داري من المغرب راه عاد عطاف من هنا وتيقول لي مع خليه عاد اللهم العضه ولا ديك الجره اللي جارينو ما تجروش خليه يبقى عاد والله يا بولا طار عليه المغرب عضو من الجبهه الله العظيم عضو من هنا عطاف دابا ولا تيجرجر فيه المغرب تشتي شو الدنيا كي تقلبت والله الا الدنيا تقلبت عقلتوا الاخوان واحد الوقت كان المغرب تيبغي فرنسا توسط ليه بينه وبين امريكا ولات فرنسا جايبه الاعتراف هي واسبانيا والمانيا باش يتوسط ليهم المغرب مع امريكا كانت الجزائر واحد الوقت داصره باوروبا والدول ديال المعسكر الشرقي تتعطيهم الغاز وداصره بالافارقه وداصره بهذيك وشوف الوقت كي تقلبت ولا المغرب يجرجر لك في الجزائر دقدق ليها كاع الحلفاء ما خلى فيهم حتى واحد ايران فنزويلا كوبا القذافي مصر يوغوسلافيا وما خلاتها واحد وما كاين شي واحد كان مع الجزائر ما معطوش المغرب ويدور لي ثاني الافريقيا غانا نيجيريا كارثه والله واش هذه مخرجات اللقاء اخي لا مازال مخرجات اللقاء باقا ما كايناش انا راه باقي دابا راني نهار كامل وانا معاكم هنايا راه باقي ما شفت حتى حاجه خصني نقلب دابا شويه في الصحف ديال راه غادي نصيبوا الخبر غادي نصيبوا غادي نقلبوا عليه انا بعدا غادي نقلب عليه ماشي في الصحف هذه اللي كاينه ماشي في المواقع مواقع الاخوان راه كلشي كيكتب عليكم راه الكتوب انا نقول لكم شنو اللي كاين اللي خدا الخبر من المواقع راه كيكذب على راسو وكيكذب على الناس خلينا من ديك الاخبار ديال واحد خينا تا هو مغربي الله يهديه راك بعقلك زعما منا ما نقول الاسم ديالك خلينا من دوك العناوين اصاحبي مغربي وقاري وتبارك الله عندك الايطاليه عندك الانجليزيه عندك الفرنسيه عندك الاسبانيه عندك بزاف ديال اللغات ما شاء الله وباينه على كل الناس ولكن راه لا علاقه المواضيع بالعنوان اللي كتحطها بن عمي لا علاقه تحط شي عناوين ما كاين حتى حاجه كتكذب على الناس ما تقولش لا راه عاد وليتي تنتقد ماشي انتقاد وانما كنقول لك اودي حيد العنوان راه ما عنده حتى علاقه بالموضوع اللي دوي عليه دوي على دوي على كذا دوي على هذه لكن اسرائيل دارت الجزائر ضربتها صواريخ لا ما كاينش داكشي ما نكذبش على الناس نقولوا داكشي اللي كاين سواء مزيان سواء ما مزيانش نقولوا نطلق داكشي اللي كاين كان الخبر صحيح في الجزائر نقول صحيح كان خبر اللي هو خاطئ نقول الناس خاطئ باش هنا ما نتحملوش مسؤوليه ديال الكذب على الناس ونقولوا خصك تقول المعلومه اللي كاينه انا صراحه كيعجبوني هادو اللي معانا حنايا اللي بحال هكا شو الدكتور سليمي كاينش العناوين مع الموضوع الدكتور نعوم هذاك راه واخا تهز الجزائر كامله ما تعطيكش واحد بحالو ما تعطيكش والله ما تعطيك واحد بحال نعوم هرباز سي صنايبي وشرح من اخويا
الدكاتره الناس الملاح، ولكن باش نعطي لنفسي صفه راك وليتي راك دخلتي لعند الناس للديور ديالهم، لا داعي انني راه غنشوف مثلا الفيديو ديالك، ولكن ما تحاولش انك ما تكونش بحال بونيف، ما تكونش بحال بونيف اصاحبي، لا علاقه له كاع بالواقع، عايش في عالم واحد اخر. واحد راه باقي تيكتب هنايا سبته ومليل جزيري مسكين، واش تقول لي مسميها سبته، ما عارفش سميتها بباي ماشي بباي، لا لا سبته ومليليا، باقي من هذوك ديال باعوا بيكالا، هذا تا هو راه خاصك تشرح ليه 4 سنين 4 سنين ديال الصداع مع الجزائريين، هنا باقي خاصك تجيبو تا هو وتريحو وتقول له جا وليدي ريح، تحطو هنايا فوق ركابيك وتجبد ليه ثاني الورقه والستيلو والخشيبات وكذا والتليفون قدامه وقول وقع لا عليه تقولوا نحطوا فوق ركابك. عاركبيه الصحراوي، انا راه قلت عاركبتي، عاركبتي راك لا تهيج صحراوي علينا ولاد عاركبتي. الرميتي. ولاد الرميتي ليسوا طالعينهم. دوك يقول لي شي واحد اشرح لي يا خويا لا راه طريحه ديال الاخوه ماشي. الله يخول بالجناب. الله والله عمي الصحراوي صافي هاج هيجا وعد عليهم، ما كاينش فين نردو، ما بقيت قاد كاع عظيم بالله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الجزائريين والله كنت نتصنت نقول لك. لك كنت نتصنت لك. ما داير كاسك. والله كنت قادي موسيقى الرميتي، والله العظيم مولانا شاهد. راني موجد فيديو راني سمعت شي كاع ما سامعو سنين. تفضل. واش هي. ودابا عمي الصحراوي كانت الجزيره القطريه ديما تتقطع الصحراء، وهذه ما عرفت شنو اللي تغير في الموضوع. انا غنقول لكم الجزائريين نوضوا يديروا حمله اعلاميه على الجزيره. ها انت شتيها، ها هي شوف اش دارت، شوف ها هي على البارحه شتيها كامله، شي حاجه وقعات، شي حاجه كاينه بن عمي ناري. الحال لا يسخن عليهم. الحال سخن. وانت شو واحد الورقه بغات تجبد ليا من هنا، ها شو سبحان الله، شو تجبد لي، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا. شو جبدتها؟ هون كانت انا جابد خريطه درت ليها ها واش التصويت باقي الاخوان؟ نبغى نمشي نصوت راه ما يشدوا الاستقلال ديالنا مجبور وراه باقيين تناضلوا عليهم حنا واخويا عبد الرحيم، انا حيط العربي عربط تانينا، انا حيط العربي عربط على بوهم هنايا، والو خوتنا يستقلوا ولا شي حاجه. ها هو جورنال اوفيسيال، ها هو اللي كانت فيها الاخوانات، هذه كتقول من الارشيف الرسمي لفرنسا، النسخة الأصلية للجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليوز 1964، والتي بموجبها منحت فرنسا حكما ذاتيا إلى الجزائر من ناحية الشكل. هذه ليست وثيقة استقلال، وإنما ديكلاراسيون، بمعنى إعلان رئاسي وسط عشرات القوانين الموجودة في الصفحة 3 من الجريدة الرسمية. هاي شتي جورنال اوفيسيال، هاي كذب شي واحد ولا هاي وها باش السفتاوه، شتي باش السفتاوه هي هادي. الله يدلكم. طلع عندي هنايا، طلع ما خيخو ما تعرفش يقول تا الجمله بالعربيه الميم يقول لي الخاء، خاء يقول لي الراء، راء يقول لي السين. السيد وتأمن نفسه هاوي لا يتشلف، اشترى خيط من السما والناس راه ما عندهاش الماء. انتوما واش باقي ديروا السيتيرنا تيغرق لكم الشقف؟ واش بقى شي سيتيرنا عباد الله في 2026؟ واش هادو بنغلاديش ولا شنو هما؟ الرب العالي تا شنو هما هادو؟
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. تشلف راه كاع ترونس. اي لا شلف راه كاع. ها هات هاسي ناس. هاسي ناس. اللي كان كيهضر عليه قبيله العربي من واتزم. انت حتى الفرق بيننا حنا الجزائري وبينك. شتي هاو شنو هذا؟ مدرسة الشهيد بن داود، مدرسة عقد عليها مدرسة الشهيد بن داود. هي في مدينة واتزم. ها هو قائد البلد، ها الراية المغربية، وها هو اللي تحلك المستعمر الشهيد بن داود رحمة الله عليه. حنا ما تنديروش نيلسون مانديلا يا حمار، حنا ما نديروش نيلسون مانديلا، لا، الشهيد بن داود. مختار السوسي، وادي الذهب، بن خطاب، هادو كلهم مدارس وليسيات وكوليج كاملين بسمية الناس مقاومين ومجاهدين. ها الخطر اللي قلت لكم قبيله، نقرا لكم ولا بلاش الاخوان؟ ولا غنطول عليكم؟ نقرا لكم الاخوان، ملي كنت نهضر لكم على بناء السدود، ها هما داروها في الصفحات ديالهم باش تاكدوا من هذاك الكلام اللي كنا نقولوا لكم. نقراو صافي، طلبوا الناس قال لك اقرا. هذه الصفحه ديال عبد السلام زياد، هي جزائري وداير داك العسكري ديالهم اللي حاطيدو على نيفو. هي الاخوان نكملوا مليون تكبيسه الا بغيتو. وصلنا ل 600، انا هزيت عيني لقيت 663. نكملوا مليون تكبيسه وانا غادي نقرا لكم وركزوا معايا. قال لك انظر خبث المغرب وتخطيطها لضرب الجزائر عبر تهديد مواردها المائيه. ياك الموضوع اللي كنا كنقولوا لكم سابقا، انا راه قلتها لهم في الاجوبه اللي رديت بها الجزائريين. قالك حنا قطعنا عليكم الغاز، قلنا لهم قطعنا عليكم الماء. قال لك قطعنا عليكم الحدود، قلت لهم درنا لكم اكبر جدار رملي في العالم، اكبر جدار رملي في العالم باسره. تعرف شنو هو اكبر جدار؟ باقي انت ما تعرفش شنو هي سد الحدود، باقي ما تعرفوش. قال لك اسيدي انظر الى خبث المغرب وتخطيطها لضرب الجزائر عبر تهديد مواردها المائيه. اغلبيه الجزائريين يجهلون قضيه استثمار المخزن في تشييد واحد من اضخم مشاريعه المائيه باقليم فيغي على الحدود مع الجزائر، وهو سد الخنق كارو. هذا المشروع الذي يتوقع أن يحشد مليار متر مكعب من المياه المشتركة بين البلدين هو قنبلة موقوتة تهدد التوازن البيئي والمائي في جنوبنا الغربي. ينبع وادي كير أو قرو من مرتفعات الأطلس المغربية ليتدفق طبيعيا نحو الأراضي الجزائرية، وهو المغذي التاريخي والرئيسي لسد جرف التربة بولاية بشار، وهو الشريان الذي تعتمد عليه الولاية كليا في الشرب وسقي الواحات. من مخاطره، ما كيحدوا المخاطر ديالونا: تجفيف منابع سد جرف التربة. احتجاز مليار متر مكعب خلف هذا السد سيعني تراجعا حادا في امدادات المياه السطحية لولاية بشار، ويضرب عرض الحائط مبادئ الاستخدام المنصف للمياه الدولية، ويستنزف الموائد الجوفية المشتركة التي تعتمد عليها واحاتنا الحدودية. جفاف الوادي يعني موت آلاف النخيل وانهيار النشاط الفلاحي في مناطق العبادلة والقنادسة وبشار، فضلا عن تهديد إمدادات المياه لمشاريع صناعية كبرى. من الناحية القانونية، بناء سدود عملاقة على أحواض مشتركة دون تنسيق مسبق هو خرق للأعراف الدولية وسياسة فرض أمر الواقع ترفضها الجزائر، وتبقى حماية وادي كير هي معركة وجود للدفاع عن حق تاريخي.
فين نكمل لكم النص. كارثة هذه. عن حق تاريخي وقانوني لا يسقط بالتقادم. لا تغتروا بشعار خاوة خاوة ولا تتعاملوا بالعاطفة الهدامة مع المغرب. وكاتبين في آخر ما كتبوا أندري أزولاي. نعم أندري أزولاي. نعم نعم. قولوا اللي بغيتوا، قولوا سياسة إسرائيل نتوما كاع، ولكن ها هو الاعتراف ديال ما قلناه سابقا. ها هو وليتو كتكتبوا. شتي فينكم اصحاب النيف، فينكم اصحاب حنا قوة ضاربة. شتي الحرب اللي تمارست عليكم كي دايره. هو الغاز نشريه والما منين غتشريه؟ ها هو الغاز نشريه غدا. ها هو كاين الغاز. المغرب ما خاصو حتى حاجه الحمد لله في الغاز. نجيب الغاز من اوروبا، نجيب الغاز من نيجيريا، نجيب الغاز من موريتانيا، نجيبه من السنغال. حوض السلحفاه هو قدو قداش يقلب الموازين كامله ديال افريقيا. ايوا منين غتشري انت الماء؟ ها منين؟ تعقل على مقوله ديال الحسن الثاني سقيو الارض بالغاز. ها احنا دابا كناكلوا من خيرات المغرب اللي نعم علينا بها الله سبحانه عز وجل. ناكلوا مطيشه والبصله والفلفله وناكلوا كل شيء. واش دير انت في الكوكوط؟ دير فيها البترول. ها الكوكوط هاش ندير فيها؟ كوكوط مينوس مسكينه. واش نطيب فيها؟ ندير فيها الغاز ونسد عليها؟ ها الحمد لله حنا عندنا الخضره نسد عليها في قويميله وهنا معشي ومغدي الوليدات ومعشي الوليدات. واش دير فيها انت؟ طيب فيها الماء ديال الزيكو. قال لك عمران طيب فيها الماء ديال الزيكو. ايوا قول لي دابا لا فلح الارض، شكون اللي صدق واعر وصدق مطور وفرض سياسه امر الواقع على الاخر؟ المغرب ولا نتوما؟ تاثر المغرب ملي قطعتوا الغاز؟ لا ما تاثرش والله ما تاثر. شكون اللي تاثر الان بهذه السياسه هذه؟ سديتي الغاز الماء والله ما يدخل عندك بالله. وشوف في صمت، في صمت. خرجت شي صحيفه دوات على هذا الشيء، خرجت الاذاعه قالت لكم حطمنا ودمرنا وغاديين يحطبوا ما غيسيبوش باش يدوشوا وما غيتقطع عليهم الماء وغادي يدير لهم كذا وغيوقع عليهم هذا. ما خرجت حتى صحيفه. خرج قائد البلد تهجم عليكم؟ لا، رجل محترم ربي يحفظه، رجل محترم. ومن حقنا نبنيو السدود في بلادنا. غتحاسبنا على بلادنا؟ لا ما تقدرش. هذه حدود مغربيه نبني فيها السدود، ندير فيها انهار، نبدل المجاري ديال الوديان، كتبقى تحت السياده المغربيه. ما عند حتى شي واحد حق انه يتدخل فينا ولا يهضر ولا يدوي. غنديروا حنا، غنديروا كلشي حنا. هذاك الحشيش اللي تتقولوا نتوما تيدوز عندكم حنا بغينا نسقيوه وناكلوه. ارضي فلح فيها واش بغيت. وإلا راك راجل حمي الحدود ديالك. راه ملي انت فكعت التطويره والنزوقيه دخلت عندك شي كميه ولا كذا، حيت انت ماشي راجل ما حاميش الحدود ديالك، ما تقدرش تحميهم اصلا، حيت عندك على عيالات تما يضلوا يضربوا في الكاشيات وراقدين تيدخلوا عليهم بالحمار وما يشوفوهمش. صافي ما تقدرش، ما عندكش عسكر اللي يحمي الحدود. اما احنا اللي دخل عندنا كيتشوط. الدرون ما كاين عا فرقع، الدرون ما كاين عا شنشطه معلم. ازمه ديال ليزوم. ما عندكمش نتوما حمايه، نتوما محميه ومحميه مغربيه. حنا اللي نحميو لكم الامن القومي ديالكم الان، حيت نتوما كتقولوا كتصيفطوا لينا، كتخترقوا الحدود، كيدخلوا عندنا، كيدوزوا لينا الزطله، كيديروا لينا كذا. ايوا حنا اللي نحميوكم، نديروا لكم حمايه. حرشونا على دوك اللي تيدخلوا لعندكم وحنايا نمنعوهم. صافي درنا لكم بالبيضه في الطاس، وقفناكم على حدكم. الجوع والعطش، الخضره المغربيه ممنوعه عليكم، الماء ممنوع عليكم، الحياه ممنوعه عليكم، الحياه نمنعوها عليكم. يلا سير لغار جبيلات، سير كعل الستم، سير لغار جبيلات وحطها وين حبيت. الماء ما كاينش، الماء ممنوع، الخضره ممنوع، الفواكه ممنوع، ممنوع تحط فيها رجلك. تمشي لموريتانيا ياكلوها هنيئا لهم، تمشي للدول الافريقيه كولوا هنيئا لكم. والله ما نتحاسبوا معاكم بالله. حطوا لنا
العمله. الجزائر ممنوع. كول التمر ديال الدقله ورقد، هز عرش ديال الدقله ورقد. خويا اناروس العزيز، كيف حالك صديقي؟ اهلا سي جبور، تحياتي لك. الله يحفظك خويا. وفينا خويا تعطلتي علينا. مرحبا ناروس. فين مشيتي؟ عبد الرحيم. ايوا غير مع الوقت كنا كنشوفوا المستجدات، راك عارف العالم الاخر ديما كيعطينا الجديد. ما كيوصلش. لقيتي اليوم الرزمه فيها ما يدار ولا والو. عندنا داروا شي حاجه. باش غيكون داك اللقاء ديال مدريد؟ ما فراسك والو. واش الوقت شنو خرجت شي حيتيات، خرجت شي حاجه؟ قالوا الحد مازال ما كاينش شي اخبار. قالوا الحد غادي يشوفوه. المهم اللي كاين انهم الطرف اللي قال لك حنا ماشي طرف، راه ولاو طرف بزز عليهم. غير على هذه القضيه اللي قلتي دابا سي جبور ديال التصرف ديال العالم الاخر، هو عندهم واحد المتلازمه بين شواكر لافريك واخواني حقرونا. حتى ممكن كيبقى يتفلعص من بعد كيبدا يبكي. صافي تبنى الكبار. انت سديتي الغاز ما هضر معاك حد، سديتي السماء ما هضر معاك حد، حنا كاع ما بكينا. سديتي السماء لا راه مضربات الدوره قالوا لك حنا ما عندك ما تحبس فينا، مشاو على البحر صافي. ما قالوا لك لا حل سد شغلك هذاك. نفس الشيء درتيه في الغاز، قطعتي سيريتي على ركبتك، انت اللي كتبيع انت اللي كتربح صافي. حنا قلبنا الانبوب ولا كيجي الغاز من اسبانيا سالينا. واش درنا لهم حنا؟ واش درنا لهم اناروس خويا؟ واش درنا لهم حنا؟ اش درنا لهم؟ وهذا هو المشكل. علاش كتبكي نتايا؟ بعد واحد القضيه، واحد المغالطه بغاو يديروها السي جبور. راه في القانون ديال الماء والهذا، راه الانهار هي اللي ما عندكش الحق تحبسها كامله، اما من حقك تهز منها. هذا راه واد، راه ما عندك ما تصور. سير طلع للامم المتحده ولا سير لمجلس السلام ديال ترامب ولا شوف فين تشكي، اما عندك ما دير. هذاك الماء كيخرج من المغرب وواد من حق المغرب لانه محتاج الماء انه يحبسه صافي سالينا. وهذا خامس اكبر سد من حقنا. خامس اكبر سد في المغرب من حقنا طبيعه الحال. ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يصوروا، ما عندهم ما يديروا، خاصه الا ما نتايا ما ديرهاش بحسن الجوار وما دير والو هذا. لان الانهار بحال المشكل اللي واقع بين مصر واثيوبيا، واخا انه باش نكونوا صراحه راه مصر راه عندها داكشي اللي كتقول راه ماشي صحيح، لانها ورثات من الاستعمار البريطاني واحد الحصه ديال 60% عطاتها لهم بريطانيا. و60% انت هذا الواد هذا جاي على واحد العدد ديال الدول بغيتي انت دي منه 60% راه ما يمكنش. هو راه كيخرج من فيكتوريا من الاعالي ديال اوغندا، جاي النهر النيل الابيض، وواحد اخر كيجي من اثيوبيا النيل الازرق، وكيتلاقاو كيجيو لعندك. لكن المهم ما ندخلوش حنا في هذا الصراع هنا. واخا هكاك الانهار عليه هذا القانون ديال الدوله ان ما عندكش الحق تقطعها. هذا الصراع راه كاين في واحد العدد ديال الدول بين تركيا والعراق ما يخص دجله والفرات، كاين بين افغانستان وايران صراع كبير، راه دخلوا كاع الصراع العسكري بيناتهم. لكن في القضيه ديال الوديان راه ما عندكش الحق تهضر على هذا الكلام هذا، لانه هذا ليس بنهر، هذا واد كيجي مره من حق المغرب يحبسوا ياخذ منه داك الشيء اللي يحتاج. الا فات شي حاجه بحال هذا الشيء دابا اللي وقع في هاد المخازن راه يطلقوا لكم. الا هداه الله ما بغاش راه صافي راه ما كاين والو. وهذا راه سد كبير ماشي سد صغير خويا انا روز. خامس اكبر سد في المغرب. غنحلوه في الجهه اللي حتانا منهم من الجهه الاخرى. عليه لا كمل عا نتفاعل معاك في هذه. جيتهم وما نحلوش الجهه الاخرى اللي هو نطلقوه في الارض يسرح الماء يسرح هما لا بقاو في الرمله. طلقوا بالليل طلقوا في الرمله. المهم دابا انا اللي ما فهمتش، انت كدير هاد التصرفات كلها وكتجي تبكي. شديناهم من هنا ودي اناروس، شديناهم من هنا من حلاقهم. وياه راه مشاو كيتباكى وقال لك البيئه ما شو تعرف حتى في البيئه. انت صعب التصرفات ديالها كلها متهوره. شتي داكشي اللي داروا البارح عاود قال لك قطعوا المجال الجوي على الامارات، بحال الامارات هي اللي متضرره. ايوا انت الخروط ديالك كيمشي للامارات. راه ثاني يا خويا اناروس، راه ثاني شركه طيران في العالم. الامريكان ما عندهاش هاد الرفاهيه اللي عند الامارات في الشركه ديال الطيران. راني وريت الناس، وريتهم خي اناروس، وريتهم كيفاش. انت شو دابا الطيار شو راه باش تعرف بنادم مريض اخي اناروس، باش تعرفوا مريض.
ودخلنا عليك بالله السي جبور، واش دوله بحال الامارات اللي حنا عارفين النفوذ ديالها، عارفين الصناديق السياديه ديالها، دخلات بالبريكس، غير عطاتهم اشاره دخلوها للبريكس، كتدخل فين ما بغات، وتجي انت تقول عليها دويله. قال لك دويله، وقالها رئيس دوله وغيخلصها غاليه، والله تيخلصها غاليه. هاد الكلمه والله ملي خرجت من رئيس الدوله والله تيخلصها غاليه، انا نحلف لكم بالله، والله ما تزاقل مع الامارات. ها كاين شي دابا عمرك شتي شي جزائري تيتصور، جزائري كيتصور هنايا، شوف كاين شي جزائري كيركب في الطيران هذا اللي قاطعين معاه نتوما زعما الخطط، هاي اش قطعتي معاه؟ كاين شي جزائري في الرفاهيه تيمشي هو في هاد الخطوط هذه، جزائري تقدر تصيبو كيمشي هنايا. واش كتهضر على ثاني شركه في العالم شو كي دايره، شو الرفاهيه كي داير؟ الا دخل هنا السي جبور غادي يصحابو مات ودخل الجنه. الا خاصه الا جيتي بداك الطوبيس باش تمشي للمطار، جاي بداك البوس ديال دوك الطوبيسات ديالهم، وتمشي في الاماراتيه بحال هذا الشكل هذا، صراحه ما تفهم والو، ما تفهم. دابا انا اللي ما فهمتش، وبحال الا هما راه الاماراتيين هما اللي كيجيو يخدموا في الجزائر وغادي يعاقبهم، يقطع عليهم سميتو، وراه انت كتعاقبها ديال وهداوي وغدا يطردوا لك كاع دوك الجزائريين اللي عندهم تما كاملين، يطردوا بوهم كاع من الجزائر من الامارات. دابا راه تصيب الاماراتي تما راه باين في حوايجو، تيقول كون عسكت علينا هذا المصيبه هذا، واش هاد المصيبه كون عسكت؟ واش عارف شحال كتدخل اناروس خويا هاد الشركه ديال الطيران ولا ما عارفش؟ ديال الامارات 39.6 39 اخي اناروس فاصله 6 مليار دولار، ما يقارب الدخل ديال المحروقات ديال الجزائر كامله. الجزائر كامله كامله كتدخل تقريبا بحالها. وهذه شركه وحده ديال الطيران، وينوض معتوه مسطي مريض نفسيا سكيزوفريني دغمائي مريض مسطي مجهول، ينوض يقول لك الدويله. وحتى الدويله اللي كتهضر عليها راه تنقول لك انا 39.6 مليار دولار اللي كتدخل في شركه الطيران، ما يعادل الدخل ديالك السنوي كامل ديال البترول والغاز ديال النهار كامل وانت تصدر. هذا ماشي رئيس مهبول، هذا ماشي رئيس مريض، هذا ماشي رئيس مسطي اخي اناروس. دابا انا ما فهمتش علاش اشنو السبب ديال هاد التصرف ديالهم ضد الامارات. ما سمعناش بدا شي حاجه. واش السفاره ديال القذافي؟ لا الامور تراكمت. الامارات ما تراجعش، الامارات ما عمرها تراجع على القضيه ديال الدعم ديال المغرب في المغربيه الصحراء وفتح السفاره. ولكن الامارات ما هي اول دوله ضدهم بشي حاجه، ما عمرهم صرحوا ضدهم بشي حاجه. هما ما كتعرفهمش. وعمر اسبانيا صرحت بشي حاجه عمر اسبانيا صرحت بشي حاجه ضد الجزائر. علاش قطعوا العلاقات مع واحد الوقت؟ عمر شي دوله صرحت ضد الجزائر من اللي اعترفوا بمغربيه الصحراء؟ الاكوادور صرحوا بشي حاجه ضد الجزائر؟ بنما صرحت بشي حاجه ضد الجزائر؟ ما صرحوش، ولكن هما كيقطعوا العلاقات معهم. ولكن بحال دايرين ما وصلوش لهاد الدرجه ديال انك تبقى تسب كل مره في سميتو دويله وهذا. راه ناس داخلين حرب، راه اوكرانيا وروسيا راه كلاو بعضياتهم، ولكن الناس راه كيحافظوا على الدبلوماسيه. كتقول الرئيس بوتين، كتقول الرئيس هذا، ما تقولش دويله. راه الخطاب ما كيجيب والو اصاحبي. هذا الخطاب التبخيسي راه غير كيبين باللي انت دوله ضعيفه ما كتعرفش سميتو، ولا تقدرش تكون في صراع مع دوله وتحترم الامور يعني الدبلوماسيه. يطلقوا عليهم السي جبور، يطلق عليهم طحنون. بان لي هذاك الطحنون غادي كيوجد لهم شي ضربه في شكل. زعما صراحه ما شفنا هذاك الانترفيو البارح، صراحه فيما ضربتي يهضر كما يبغي، وحتى هما يهضروا معك كما تبغي. واش كاين شي واحد كيوصف دوله بدويله؟ والاخ هنا اللي قال لك، واحد الاخ سميتو هنا التازي، قال لك ما عرفت شنو قال على الميساج اللي كتب. المهم ما بقيتش عارف شنو كتب. يعني كيبان لك صراحه دوله فقدات يعني السيطره على الاعصاب ديالها.
رئيس ديال الدوله كيوصف دوله معاك في واحد العدد ديال المنظمات انك توصفها بدويله وتقطع عليها الطيران وهذا، انت راه كتعاقب غير الناس ديالك. اما ايوا هو في الاخر يهضر كما بغى، لكن التبعات ديال داك الشيء حيت العالم كيشوف دوله الامارات راه ماشي شي دوله ديال ما كدوز عليها الدكاكه، راه ماشي مالي هادي ولا شي وحدين اللي يسكتوا لك، وراه سكتوا بزاف، ولكن حنا عارفين الامارات كي كتخدم غادي تزيد تورك عليكم. وكما قال السي جبور كون كانوا متهورين الامارات يجمع عليك غير هادوك اللي كاينين تما في سميتو ديك الجزائر اللي خدام تما والمحترفات في الدوري تما، وداك الشيء يجمعوا داك الشيء كامل يصيفطوه لك، تبقى تدور في عينيك خصك الدوري علي لاعبين في الدوري الخليجي تما، عرفتي شحال ولا اخي اناروس؟ لا عدد بالالاف اصاحبي. الدوري ديال الكره المهم الناس ما يفهموش شي حاجه، كنهضروا على الكره. هذوك راه رجعوا يروقوا الدنيا، هذوك عاد رجعوا هذوك يروقوا الدنيا يروقوا هذوك. يا غير دقيقه اي نورمال يا غير دقيقه، راهو تو اللي طاول تبون شيء سميه، راهو الطاول مولي الثاني الرحماني، راهو جبد مولي الامارات دويله صغيره، وانت اش عندك انت اش عندك الرحماني؟ ايه والله واش تا هو ولا يهضر على الامارات؟ ايوا دقيقه واش تا هو ولد المصنن؟ شو ولد المصنن الاخر؟ ولد خان زركاني. اي كبرني قال اسمه ها انتوما سمعوا الدحوش هذه، ما عاد شي مات ما ياكل. دقيقه راه لك اسمع. الإمارات مع الأسف بلد صغير بعيد جغرافيا. لا نجي نعلو من الأول. الإمارات مع الأسف بلد صغير بعيد جغرافيا من شمال غرب إفريقيا، وبلد صغير كان يجب أن يكون حساسا لأي اعتداء على بلد صغير، لأنه ربما يتعرض في يوم من الأيام لنفس الشيء. الإمارات احنا نتوقع منهم يعني التضامن، نتمنى منهم ونأمل فيهم الابتعاد عن مناصرة الظالم والوقوف مع المظلوم، مناصرة الحق ومناهضة الباطل، مناصرة شعب صغير مثل شعب. على قولة الله أكبر، راهو كان عنده لبن يتناصر دولة صغيرة تناصر مع دولة صغيرة. أنت دولتك صغيرة، واش مقودك أنت الإمارات؟ محروق بي طاسيل تموين أمك، محروق البو. تفضل رجع صوتك. والله العظيم تحشم الرعاة ديال الزبل، ولا تا هو يهضر على سيادو، ولا تهضر على سيادك بحال واحد هنا بلال ديزاد كتب لي على الاقل. سي جبور هذا كيقارن جمهوريه تندوه بالامارات، قال لك دول هادشي اللي بان لي انا، والله العظيم هادشي اللي بان لي انا. الامارات تدخل على بوكم تديو على صناديق، واحد الناس على صناديق سياديه بمليارات الدولارات وديزانفستيسمون في العالم كامل، صوته مسموع في سميتو في العالم كامل، وداخل البريكس وداير حاله في السياسه، وداخل في ليبيا، داخل في السودان، يعني حاط رجليه في كل شيء بقوه بالقوه ديال والله العظيم يقول لك راه بحالنا بحالكم. ودي الله يعفو صاحبي، ما يحشموش والله، ما يحشموا اخي اناروس. واحد ثاني هنا كاتب لي على الاقل يهضر واش يبغي ماشي بحالكم. هضرتي تاع الحليب اللي تشرب فيه بحال الدحش، تضرب في الحليب غابره حياتك كامله بواكينوض معرب عادي الصباح، تحشم عندك شي وجه علاش تحشم؟ بواكينوض ينوض معرب عاد الصباح وانت طالع عندي هنايا التيك توك ويدوي واش يحب. هذاك راه واخداكم جمله، هذاك راه تزوج بك وتزوج بالرئيس الجزائري وتزوج بمرات الرئيس وبولد الرئيس وبالجنرالات ديال الجزائر، والله واحد فيكم ما يقدر يهضر. هذاك راه تيطرز عليكم نتوما، اما حنا ولا الامارات كاع ما نفيقوا لي من الناس. حنا تنشوفوا في الرعاع وهاد الشميت اللي عندكم كيفاش كيستحمروكم ويستبغلوكم نتوما في بلادكم.
نايض واحد صباط دين مو خانز مريح داوي مع واحد كما قال الاخ اناروس صناديق مليارات تريليونات في العالم. لا ما رانيش غلط راك انت اللي غلط. غنبين لك انا بانني انا مانيش غلط، انت اللي راك غلط. قال لك غلط. بما انا جبتي الفيديو السي جبور، بما جبتي الفيديو انت قلتي الدعم غادي كينوضوا مع 4 الصباح، دابا راه غادي ينوضوا مع الجوج، راه قال لك حيد لهم الدعم. يعني قضيه غدا وكتحماض، خاصك تزيد واحد الساعتين حصلت نوض قبل العربية الا بغيتي الحليب. هي اللي نوصيهم اخويا انا روس رمضان هادي وعواشر نتوما دايرين طوابير. اللي نوصيكم عليه انا مزاوق فيكم، تحلاو بشويه الصبر. الكلام العيب لا، الرب لا، السبان في خوتكم لا. شد الطابور ووسع خاطرك، يلا تجيب الفطور هو هذاك. نوض مع 4 الصباح السيطره ديال الحليب غدي ماشي ما ديش واخا راه غبره. المهم قال لك انا فيا السكر اللي طيح في رمضان طيحني من تاني. هذا هو اللي قال لك هذا بعدا يدوي على حقه. دويتي انت على حقك هنا. ما وصلش ناكل وين ما كانش وين. وهذا انا تاع جعفر تاع الشام راني معاهم، هادو هما ولاد ولادي وصار اولادينا حنا رانا مزرعين. ولي راه مزرعين. وين المول هذا وين يروح يبات؟ هذا وين يروح يبات؟ هذا كيرا دير هذيك ولينا كيرا دير ولينا قدر غاير ولينا يقولوا انت مش مخرج هذيك بس كيرا نديرين هذه باراي تاع قال لك على الاقل ابراهيم غالي يهدر ماشي كيفكم، ماشي كيفي انا. انت تاكل بحالي انا مغربي، ها انت تاكل بحالي انا مغربي. انت تاكل بحال المغاربه. انت تاكل كيلو ديال اللحم وكيلو لاروب ديال اللحم و2 كيلو ديال اللحم. انت تعرف اشنا هي المرقه بالبرقوق؟ انت تعرف اشنا هي السفه، وتعرف اشنا هي البسطيله، وتعرف اشنا هي الشوا، وتعرف اشنا هو الكسكس، وتعرف اشنا هو التريد، وتعرف تنظم داكشي في الاسبوع. ها تعرف تنظم هادشي، تعرف امتى دير الحريره وتشوي معاها حتى هي الكفته، وتعرف كيفاش تحط معاها البيض مسلوق، وتحط معاها الحلوى الشباكيه، وتحط معاها. تعرف هادشي هذا انت. على الاقل راه قال على حقه كومه. لا جبور، لا راك غلط. لا هذه السنه نقول لك غلط فيها. يا ويلي هما يطيبوا ما شاء الله الطياب، الكوكوت عامره مسلسله تقول باينه فيها الريميتي. كمل الطياب ديالهم ها هو. نحط لك الطياب ديالهم والله تهبل. ها طيابهم. كفة حجر يمه هذا ديريها بكيفية بسيطة. عندك مقارون فيه فرمات، فيه لحم مرحي، فيه معدنوس، فيه كلش. تفرغيه في المعارك تاعك كيما راك تشوفي هكذا، وتكفنيه ها هو وتحطيه هنا. انا عندي نص تاع دلاعه عطيتها للدجاجات نقاوها لي مليح بارك الله فيهم، ومن بعد غسلتها ودوك نحط فيها لاغوشة تاعي. ها هو نحط فيها المعاركه تاعي مكفن في حجر يماه. هذه الكيفيه تاع بكري، وبالاخر اشياء بسيطه. وتحصلي الكيفيه تاعك وديريها في الكوشه تنشف شويه وشهيه. طيب ولادي اليوم درت طبق يسموه طبق مجخلط، كيما طبق مجخلط قرنون بالبيض بركاز طوماطيش بطاطا، وتزيدي تذوقيه بشويه تاع القارص كيما راكي تشوفيه. هذا طبق مجخلط. ولا البيض هذاك اللي يبقى لك عاودي ديري به طبق واحد اخر. ها هو انا تخيل شي حد ياك مخ وكلش هكذا كوني ماكله تاع الدحوش. شهيه ولادي. دخلنا شوف نضيع في الوقت، ناكل الطعام وحده والحريره وحدها. يلا فينا يد الحريره. يلا باللي تتهضر على الحريره فينا هي. رجع راسوس رجع شو لاصوص؟ مخها وقالت لك حريره هو راه لاصوص ديال كسكسو. كوني نوعتي في الاطباق شهيه ولادي. دخلنا نضيع في الوقت، ناكل الطعام وحده والحريره وحدها. بالله عليكم ما هي بولة الريميتي، بالله عليكم ما هي بولة الريميتي هذه.
والله لا جبت لنا التقيه، والله وليد الزواد جبت لنا التقيه. وراه هي راه تقول لي الحريره، هي راه تقول لي الحريره باش تعرفوهم غير ناقلين من عندنا وما فاهمينش. راه قالت لك الحريره هي ها وحدها علاه من هي غتهزها ديرها في كسكسو. ها هكذا قالت لك الحريره نسقيه بالحريره هات. كما راكم تشوفوا طعام بالحريره. الله يدلكم الله يدلكم. والله يلا العظيم خويا انا راس ماشي راه كارثه هذه. بحال شي واحد الا ضرب شي طاجين وما هضمش ما مضغش ديك البطاطا مزيان وضرب شي عرقها طاسه ورب وتقيا داك الشيء وبقاو ديري على ماكله كي دايره. والله العظيم الا كتعيف بالله. والله ما تاكلها بالله، والله ما تاكلها، اقسم برب العزه ما تاكلها. عاد راه تنقول لك محمد ربي بهذا المغرب هذا. وكما قلت لكم ذاك النهار الرجاله اللي عنده شي مرا يتهلا فيها في المغرب، اللي عنده شي مرا مغربيه يتهلا فيها، جوع راسك ووكلها هي. راك كتاكل ما طاب ولد. والله العظيم الا راك من احسن الناس اللي مبرعين في هذا الكون. شي الكره الارضيه غادي تدورها وما غتلقاش بحال هذيك بنت الناس اللي عندك اللي عطاك الله سبحانه عز وجل. تاع المراه المغربيه صاحبي دور ثلاجه تصيبها شويه ديال الدنجال وشويه ديال الفلفله وما يطيشات وما عرفت شنو هو داك شي بيضات وتخربيقات، تصاوب لك احسن عشاء في العالم. تصاوب لك احسن عشاء في العالم. انت راك غادي مشكل كتقول ما تقديتش للدار ما خليت ليهم والو وتجي وتلقى الخبز طيب وتلقى الماكله وتلقى الغدا وتلقى عويصير ديال الليمون مع شويه الخيار وتلقى شويه شليضه. كيفاش دارت لهذا الشيء الله اعلم. وبنين يا وادي جيبها دابا وعطيها اعطيها عجل مقرد تشدو تسلقوا لك مع الماء وتعطي تقول نشدبوها بواحد المهراز، ديك العصا ديال المهراز ديك الرزامه نشقلبوها راسها. ضربوها الضربه اللي ما تنوضش. الله يعطيكم العز. سواء كنتم مواتنا ولا خواتاتنا ولا جاراتنا ولا عماتنا ولا والله الله يعطيكم العز. عيشتونا في ذاك التفنقيق والتبخنين وديك هذه ما ناكلهاش وهذه ما ديرهاش وهذه ما تدوش ليا وهذه. اغلبيه ديال المغاربه والله الا بعكاكه بالله وراه حاطه لي ما عرفت شنو وتيتبعكك. علاش دصرتو على الماكله. البسطيله ما ناكلهاش حيت فيها الحلاوه، ما نديرش هادي الكسكسو ما ناكلوش حيت تيجيب لي الجوع معاه بالزربه تنجوع. لا ما شد لي الحريره. هاد صاره والله راه فشوش كيتدرب كيتدرب. انا كيولي في واحد الماكله صعيب تاكل تهبط على داك النيفو هذا. كلشي الا الماكله صعيب والله الا صعيب اخي انا روس فريمون هاد القضيه. هادشي علاش حنا صعيب الماكلات ديال بزاف ديال الدول صعيب ناكلوهم يعني لانه داك الشيء عندهم كتقول هادو واش حلو في هذا اش كيعلف هذا. يعني الطبيعه ديال الماكله ديال المغرب والتركيبه ديالها وهذا صراحه وهذا صعيبه. دابا القالب انا ملي شفت هذاك الكسكسو بالحريره خويا جبور كنت اسف على هذاك القبول اللي وقع في اليونسكو اننا نقولوا الكسكسو راه كله ديال شمال افريقيا مشترك. تقولوا مشترك دابا هذا مشترك اخي انا الراموس صاحبي. قيد الكسكس الجزائري ونقيدوا الكسكس المغربي اخويا. والله الا المرض والله الا المرض اخي انا كسكسو ديالو ماشي هو ديالي. داير كسكسو بالببوش هذا تا هو نتشارك معاه الكسكسو صاحبي. كسكسو بالببوش كسكسو بالدق. واش كاين شي واحد كيخوي الحريره على الكسكسو؟ واش بغا